قرار واحد بس، قرار واحد لو اتخذ النهاردة ممكن يغير مستقبلك المالي كله، ومش محتاج مرتب عالي ولا ورث، لا هو قرار أبسط من كده بكتير، لكنه حرفيا بيفصل بين عالمين. تخيل معايا المشهد ده، تصحى من النوم بعد 20 سنة وتكتشف انك قضيت السنين دي كلها بتشتغل، بس فلوسك مشتغلش عشانك ولا يوم واحد. للأسف ده مش فيلم، ده واقع أغلب الناس. طيب ايه هو بقى القرار ده؟ ايه هو السر اللي بيفصل بين حياة كلها جري وتعب مالي وحياة تانية فيها راحة بال وحرية؟ عشان نعرف الإجابة مش هنشرح، لا هنحكي قصة. قصتنا بتبدأ مع شخصين بدأوا من نفس النقطة بالظبط، نفس الظروف تقريبا، لكن قرار واحد بس، خطوة واحدة مختلفة رسمت لكل واحد فيهم نهاية مختلفة تماما. خلونا نتعرف على أبطال القصة دي، عمرو ويوسف، الاتنين أصحاب، نفس السن ونفس المرتب. الفرق الوحيد كان في عادة صغيرة. عمرو كان عايش بمبدأ اصرف ما في الجيب، أما يوسف فكان عنده قرار بسيط، كل أول شهر وقبل أي مصاريف بيعزل 500 جنيه على جنب. طريق عمرو ده للأسف هو الطريق اللي ملايين الناس ماشيين فيه، دايرة مقفولة من الشغل للمصاريف، عايشين على بعد ظرف طارئ واحد بس من أزمة مالية، تصليحة عربية مفاجأة أو فاتورة مستشفى ممكن تهد كل حاجة. وهنا خلونا نسأل سؤال بصراحة، لو جات لك 500 جنيه زيادة بكرة، قرارك هيكون إيه؟ هتنزل بيهم على طريق عمرو ولا هتبدأ بيهم طريق يوسف؟ شاركونا رأيكم في التعليقات وتعالوا نشوف القصة وصلت لفين. نرجع لقصتنا. في أول 10 سنين لو بصيت على حياة عمرو ويوسف من بره مش هتلاحظ أي فرق يذكر، عايشين نفس الحياة تقريبا، لكن تحت السطح كان في عالمين مختلفين تماما بيتكونوا، بس ببطء شديد. بعد أول سنة الفرق بينهم كان تمن كام أكلة في مطعم. بعد 5 سنين الفرق كان تمن موبايل جديد. بعد 10 سنين الفرق بدأ يظهر أكتر شوية. يوسف كان معاه مبلغ يكفي مقدم عربية وعمرو لا. لحد هنا ممكن أي حد يقول الفرق بسيط وممكن يتعوض، لكن هنا من النقطة دي بالذات اللعبة بتتقلب تماما. اللي حصل في ال10 سنين اللي بعد كده هو اللي بيحول القصة من عادية لصادمة. كرة التلج الصغيرة اللي يوسف بداها من 10 سنين فجأة بدأت تكبر وتلم حواليها فلوس أكتر وبسرعة محدش كان يتخيلها. السحر ده كله سببه قوة واحدة جبارة اسمها الفايدة المركبة. باختصار فلوس يوسف ما بقتش مجرد فلوس متشالة، اتحولت لآلة شغالة 24 ساعة بتصنع فلوس جديدة، موظف شغال عنده حتى وهو نايم. بس اللي حصل بعد 20 و30 وحتى 40 سنة هو ده اللي فعلا فصل بين عالم عمرو وعالم يوسف، فصل بينهم تماما. بعد 40 سنة من الالتزام يوسف بص على حسابه، لو كان بيحوش بس كان هيلاقي حوالي 240 ألف جنيه، لكن بسبب الآلة اللي كانت شغالة معاه الرقم اللي لقاه كان ده، أكتر من 1.5 مليون جنيه. الفرق ده كله مش من شغله هو، ده شغل الفلوس. بس الصدمة الحقيقية مش في الرقم، الصدمة في مصدره. 85% من الثروة دي مش من ال500 جنيه اللي كان بيحوشها، لا 85% من الفلوس دي جت من الأرباح اللي الفلوس نفسها عملتها لوحدها. لو شايف إن الفكرة دي تستاهل توصل لناس كتير عشان يفوقوا، اعمل لايك عشان تساعدنا نوصلها لهم. الموضوع ما كانش مجرد أرقام وفلوس بتزيد، مع الوقت القرار الصغير ده غير طريقة تفكير يوسف نفسه. الفرق اتلخص في سؤال واحد، عمرو طول عمره كان بيسأل نفسه أنا أقدر أشتري الحاجة دي، لكن يوسف كان بيسأل سؤال تاني خالص، هل تمن الحاجة دي النهاردة أهم من الفلوس اللي ممكن تكسبها لو استثمرتها؟ وهنا بنفهم التكلفة الحقيقية للتأخير. إن حد يبدأ وهو عنده 35 سنة بدل 25، هو ما خسرش 10 سنين تحويش، لا هو خسر أقوى وأهم 10 سنين الفلوس كانت محتاجاهم عشان تبدأ مرحلة الانطلاق الصاروخي بتاعتها. وهنا عايز أسألكم بصراحة، تفتكروا إيه هي أكبر صعوبة بتواجه أي حد بيحاول يلتزم بالادخار والاستثمار باستمرار؟ شاركونا في التعليقات. طيب كل القصة دي ترجعنا لنقطة البداية، إزاي الواحد يبدأ؟ وهل الكلام ده أصلا واقعي في مصر؟ الإجابة أيوة طبعا. في مصر الخيارات موجودة ومتاحة لأي حد، من أول شهادات الادخار وصناديق الاستثمار في البنوك للمخاطرة القليلة، ولحد البورصة المصرية للي مستعد لمخاطرة أعلى شوية عشان عائد محتمل أكبر، وحتى الذهب للحفاظ على قيمة الفلوس. المهم مش الأداء، المهم القرار والالتزام. لو عايز تبني عقلية مالية مختلفة عن 90% من الناس وتكون جزء من مجتمع بيفكر بنفس الطريقة، اعمل اشتراك. في مقولة مشهورة جدا بتقول أفضل وقت عشان تزرع شجرة كان من 20 سنة، تاني أفضل وقت هو دلوقتي. في النهاية الفرق بين اللي بيبني ثروة
وبين اللي بيقضي عمره كله بيجري هو قرار واحد صغير اتخذ بدري.